السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نفهم ازاي دماغنا بيخدعنا وازاي احنا نقدر نخدع دماغنا. الحقيقة ان الموضوع ده موجود فعلا. حصل معاك قبل كده انك تصحى في نص الليل تقول خلاص من بكرة انا انسان جديد، وتفتح نوتة وتكتب خطة وتعمل جدول، تشغل فيديو تحفيزي في واحد بيجري على البحر في الفجر كده وتتحمس جدا جدا، وبعد يومين الهمة دي تروح وتختفي تماما. الحماس بيتبخر والفيديو التحفيزي بقى محرج لما تشوفه أساسا، لأنك بتحس باليأس وبتحس بالضعف وإنك فاشل والموضوع مفيش فيه أمل. بس السؤال هنا، يا ترى ده بيحصل ليه أساسا؟ هل أنت ضعيف؟ اللي بيقاومك مش ضعف إرادتك، اللي بيقاومك هو دماغك نفسه. هو المفاجأة دماغك مش بيكرهك، دماغك بيحاول يحميك. تعالوا نتكلم عن أول فصل في حلقتنا، حرب الأدمغة. دماغك مش قطعة واحدة كده متماسكة على بعضها زي قطعة الشوكولاتة، لا يا عزيزي، هو أشبه بعمارة فيها سكان كتير قوي. عندك تحت البدروم ساكن الدماغ الزاحفي، الجد الكبير لكل أدمغتنا، مهمته الأساسية النجاة والبقاء. وفوق شوية ساكن العقل الواعي والمنطقي، وده اللي بيخطط للمستقبل ويقول لك يلا نبدأ حياة صحية. بس الجد الزاحفي ده ما بيحبش الجديد أبدا، هو عايز الأكل والأمان والنوم. أي تغيير بالنسبة ليه هو خطر محتمل. يعني لما تيجي تقول هنبدأ بكرة نروح الجيم، هو هيرد عليك يقول لك إيه الكلام المجنون اللي أنت بتقوله ده، هنموت. في كل إحساس بالخوف أو الكسل أو الشك بعد أول يوم حماس، ده مش لأنك فاشل، ده لأن الجد الزاحفي رفع كارت الإنذار الأحمر وقال لك خد بالك أنت بتعرض نفسك لخطر. وفي الجزء التاني من حلقتنا هيكون عن اللوزة الشريرة والطيبة في نفس الوقت. جوه دماغك في منطقة صغيرة جدا اسمها اللوزة الدماغية، دي حرفيا جهاز إنذار داخلي، شغلها ببساطة إن هي تحميك من أي شيء مجهول بالنسبة ليك، والتغيير بالنسبة لها يعتبر شيء مجهول. حتى لو التغيير ده مفيد زي الرياضة أو القراءة بيعتبر برضو شيء غامض بالنسبة لها. بتقول لك لا يا حبيبي، ارجع للروتين بتاعك كده، الوضع الآمن اللي كنا عليه. تبدأ تحس بالقلق والملل وفجأة تفتكر إن عندك حاجات أهم تعملها، ده كله عشان ترجع للمنطقة الآمنة بتاعتك، العادات القديمة واللي انت كنت ماشي عليها. بس الجميل إن اللوزة الشريرة دي ممكن تتخدع ببساطة، لأن دماغك ما بيكرهكش في الحقيقة، وما بيكرهش التغيير في حد ذاته، هو بس بيكره التغيير المفاجئ. الجزء الثالث من حلقتنا ممكن نتكلم فيه عن فن خداع الدماغ. لو عايز تغير عادة بجد، ما تحاربش دماغك، اتفاهم معاه. ابدأ بحاجات صغيرة لدرجة إن دماغك ما يحسش بيها أصلا. دقيقة واحدة مشي، سطر واحد كتابة، صفحة واحدة قراءة، الدماغ هيقول إن دي حاجة بسيطة ومش مؤثرة قوي. وبعدين بعد كام يوم يبدأ يعيد تعريف كلمة أمان، وبالتدريج اللي كان بيخوفه هيبقى شيء عادي بالنسبة له، واللي كان بيقاومه هيبقى جزء منك فعلا. المفتاح مش في السرعة على فكرة، المفتاح هو الهدوء والاستمرارية لحد ما دماغك نفسه يقتنع إن التغيير ده هو الوضع الطبيعي والجديد. وفي النهاية دماغك مش ضدك، هو بس بيحاول يحميك بأساليب قديمة جدا اتبرمج عليها من أيام الديناصورات. بس دلوقتي أنت عندك المعلومات، فاسأل نفسك إيه التغيير الصغير اللي ممكن تبدأه النهاردة من غير ما تحسس دماغك بالخطر. اكتبوه بقى في الكومنتات، يمكن تكون دي أول خطوة في رحلتك للنسخة الجديدة منك يا عزيزي. سلام.